عندي ناس كتير بيحبوا يتفرجوا على حاجتي ويقيموها قبل ما تنزل قدام اي حد. بانك جربتي معانا التجربه دي لتاني مره، ايه اكتر حاجه بتعجبك في البودكاست؟ حلو. حوار لطيف ظريف هادف من القلب، الاربع حاجات. لو حبيتي في يوم من الايام يبقى ليكي بودكاست، مين اول ضيف ممكن تفكري فيه؟ في ناس كتير حوالينا عندهم محتوى حقيقي محتاج يوصل لألوفات وملايين الناس. بما انك بتتفرج على باش كوتش، فانت دلوقتي بقيت باش متابع. وخلينا نتفق على معادلة احنا الاتنين نستفيد منها: ورقة وقلم، زائد اشتراك في القناة، زائد تفعيل الجرس. كده هيوصل لك كل اسبوع معلومة تغير حياتك او تغير طريقة تفكيرك، يبقى انت استفدت. اما باش كوتش هيستفيد ان هو يكمل ويستمر في تقديم المحتوى اللي انت بتحبه. اسيبكم تستفيدوا بالحلقة. كيف الاحوال والاهوال؟ هيجي وقت على دماغك فكره وبتزن كتير جدا ان انت تعمل البيزنس بتاعك، وتبقى محتار يا ترى ابدا اكون الفريق، ولا ابدا بنفسي واذاكر شويه، ولا اشوف المكان المناسب وابدا اجهزه، نبدا منين ونروح لفين. في ناس بقى في السكه دي بتساعدنا. الناس دي ممكن يكون منتور، ممكن يكون كوتش، ممكن يكون واحد بيعمل ميكس بين المنتورنج والكوتشنج. كوتش دعاء العدلي كانت معانا قبل كده، والنهارده هنكمل رحلتنا مع بعض. اتكلمنا عن ازاي نتحول من مشتت لمؤثر، والنهارده هنتكلم ازاي المؤثر ده يسيب اثر وكمان يجني ارباح من وراء الاثر ده. ايه الاخبار يا كوتش؟ الحمد لله. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. مقدمة أنا حبيتها جدا وبقولها بكل أريحية، لأن أنا مبسوط من السيزون 1 ومرتاح ومتوقع من السيزون 2 كمان الحلقة بتاعتنا دي تبقى مختلفة، وبيعملوا زي إيه، بيكملوا بعض إن شاء الله. بيكملوا بعض، وانا سعيده بالفيدباك بتاع سيزون 1. الحلقه كانت خطيره والناس قالوا لي كلام عظيم عليها، فيلا بينا نكمل. طيب خلينا نرجع زي الأفلام كده، فلاش باك للحلقة اللي فاتت، واحنا اتكلمنا على الناس اللي بتكون مشتتة، وقلنا ان هو عنده تعدد للشغوف بتاعتها. مظبوط. الفكرة كلها كانت ايه؟ كانت قايمة على ان احنا نحط الشغوف المتعددة دي في مكان واحد اسمه جروب هاب. زي ما قلنا قبل كده ان لو حد بيحب الماركتينج وكمان بيحب التصوير وبيحب ان هو مثلا البلاننج، فبيحط كله مع بعضه بالظبط، فبيطلع كله بحاجة. بيكمل بعض. بالظبط، ممكن يطلع ماركتينج ايجنسي، يطلع ميديا ايجنسي، حاجة زي ايه، قلنا المثال ده. صح. طيب خلينا كده نتخيل حياة الشخص اللي بعد ما عرف ان هو تمام مش لازم يختار واحدة ويضحي بالتانية. صح. وده كان المعتقد اللي كان معتقد ناس السائد. كتير بتحاول فيه، وحاولوا مرة واثنين وثلاثة، لدرجة ان انا اعرف ناس ان هو كان ممكن يبقى ماشي في تراك سنة 2 3، وبعد كده يغيره ويروح للتراك اللي بعده سنة 2 3، ويرجع للأولاني ويفضل ايه ما بين ده وما بين ده وما بين ده. حلو. فخلينا نتكلم على الأول إدارة حياة الشخص ده إزاي. يعني طبعا بما إنك قدرت حياتك بشكل جيد جدا وبتعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، في تكنيك تاني ممكن بنمارسه في حياتنا كحد متعدد الشغف؟ في اكتر من تكنيك. يا ريت بقى. بص يا محمد، في تكنيك اسمه 90-90-1. ان انت بتشتغل على الحاجات اللي انت عايزها زي ما احنا بنربطها، بس بتحدد حاجة واحدة 90 يوم 90 دقيقة كل يوم تشتغل على الهدف ده. فانت بتقسم ايه الجول الاساسي. يعني مثلا زي ما انت قلت، هو عنده كذا حاجة شغوف بيها، عنده ماركتينج، عنده كونتنت كرييتنج مثلا، عنده تصوير، حاططهم في حاجة واحدة. بيبدأ يجرب كله مع بعض لمدة 90 يوم 90 دقيقة في اليوم، يعني كوارتر كامل. الطريقة دي نجح فيها وقدر يثبت وجودها وان هي تمام معاه والدنيا تمام، يلا بينا يكمل. ما قدرش ياخدها زي تايم بلوكينج، حاجة تانية، تكنيك تاني. ده التكنيك التاني. التكنيك التاني اللي هو ايه؟ انا سي مثلا الاسبوع 7 ايام انا بشتغل 5 بس، يبقى اليوم الحد من الساعة كذا للساعة كذا بتاع الكتابة بس، اليوم الاثنين من الساعة كذا للساعة كذا بتاع الماركتينج بس. ويبدأ يفنط ما بينهم عشان ما يحصلش التداخل والتشتت ما بينهم.
لما انت بتبقى منظم لافكارك، او أيوة. عارف افكارك التراك بتاعها ماشي صح ازاي، انت بتوصل لاعلى فاليو من كل حاجه انت بتعملها. وتاني اهم حاجه هو البيج واي اللي بتحركه ايه. التشتت بيجي لما احنا نبقى فعلا ما عندناش هدف واضح. هو لو عمل الهب زي ما انت بتقول وجمعنا الحاجه كلها مع بعض في مكان واحد واشتغلنا عليها، هنروح في حته تانية خالص، لانك شغوف بيهم كلهم، لانك عندك طاقه تقدر تطلع منهم احسن انتاجيه فيهم كلهم. حلو قوي. فيا اما بيشتغل بتكنيك 90 90 واحد اللي هو الجول الواحد 90 يوم 90 دقيقه كل يوم، يا اما بيشتغل انه بيقسم اسبوع كل يوم لمهمه معينه، فما يحصلش التداخل، ما يحصلش اللخبطه، وفي نفس الوقت الانتاجيه بتبقى عاليه جدا. جميل جدا. وعايز برضو اضيف حاجه، يلا ان بينا. احيانا بيبقى قبل ما يعمل الجروب هاب، قبل ما نوصل للمرحله دي ممكن أوكي. مثلا لو عنده التزامات، وخلينا نكون برضو واقعيين، طبعا عنده التزامات وحياه ضغط عليه شويه، فعنده وظيفه ثابته بس عنده اكتر من حاجه هو شغوف بيها. حلو قوي. ففي بقى اكتر من طريقه في الحته دي برضو عشان الناس تعرفها. هي فكره ان احنا اول حاجه ممكن الصبح هو بيشتغل الوظيفه بتاعته، وبالليل بيجهز للمشروع بتاعه. حاطط ساعتين كل يوم لمشروعه. نفس الكونسبت بتاع البلوكينج في التايم تيبل بتاعك. اوكي. اغلب المشتتين احسن حاجه تقلل تشتتهم الورقه والقلم. ده يعني انت يبقى عندك جدول للحاجه، شايف قدام عينك ترتيب الحاجه. انت لما بترتب الدنيا وبتبقى حاطط لكل حاجه وقتها مظبوط، انت التشتت اصلا بيقل لانك عارف ومنظم الدنيا كلها. مايند سيت كوتش حضرتك عارف ان احنا لما بنبقى حاطين الحاجه في سيستم احنا ما بنتشتتش، لان في جول، لان في تايم لاين، لان في خطوات باخدها. عارف ان انا في خلال شهر هنجز كذا، في خلال 3 شهور هحقق كذا، في خلال 6 شهور هبقى وصلت للجول اللي انا عايزه، بعد سنه هبقى رحت في حته تانية خالص. المايند سيت ده بترتيب الحاجه بيقلل تشتت وبيخليك اكتر وعي بامكانياتك وايه الاتشيفمنت اللي انت رايح ليه. ده السيستم، ده سيستم الكيورد اللي طلعنا بيها من الحته دي. بالظبط. لان السيستم من ضمن اجزائه كمان التطبيقيه، اللي انا مثلا اعمل اللي افتح الكالندر بتاعتي قبل ما ابدا الاسبوع واحط كل حاجه فيها، فدماغي بتهدى. فانا خلاص اخش على الدوينج، انا خلاص بخش على الافعال، بصحى الصبح ببص انا عندي ايه، دن 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 دن. ويا سلام بقى ان انا اتملي من كل حاجه بعملها، اللي هو فكره ان انا عندي مثلا انا بحب الكتابه وبحب الجري وبحب ان انا اعمل ميت ابس مثلا او اوتنجز مثلا، فالثلاثه دول موجودين في اليوم، فانا كده خلاص انا كده رضيت كل شغف من الشغف دي. موجودين في يوم او في اسبوع او في شهر، بتحط منهم على الاقل ان الشهر مش هيعدي مش هتعمل 1 ميت اب، مش هيعدي الاسبوع ده غير لما امشي 2 3، مش هيعدي اليوم غير لو كلت حاجه صحيه او شربت قهوتي. هي على حسب حجم الجول جوه التايم تيبل. بص احنا رتبناها ازاي. يعني انت حد بيحب الميت ابس جدا وطول الوقت عندك في الكوميونتي بتاعتك بتعمل ميت اب، بس ما بيعديش شهر غير لازم تعمل على الاقل مره واحده، مش كل اسبوع مش كل يوم، صح؟ أيوة. فهي المايند سيت على حسب حجم الجول انا حاطه فين في الجدول بتاعي، وكل ما كنت منظم جدولي كل ما باخد خطوات للاتشيفمنت اللي انا عايزه اكتر، انا بتملي. حلو قوي. طيب في تمرين انا هقول لك اتحداكي اشوف هتيجي فكره ولا يلا بينا. هو تمرين كوتشنج متقسم في 4 دوائر كده، والاربع دوائر دي كلها مصفوفه اداره الانتباه حبيبتي وصديقتي. دي عذبتني في حياتي الفتره دي كده 1-0. انت كده كسبتي، انت عارفاها على طول. دي احنا قلناها قبل كده صح؟ يس اتكلمنا مع بعض في المره صح كده. طيب في 4 دوائر تانيين كده، ولما بنجاوب على ال4 اسئله اللي موجودين في كل دايره بيطلع في الاخر حاجه واحده، الرساله بتاعتنا. ده اسمه الايكيجاي. الايكيجاي اللي هو ايه الحاجه اللي انت شاطر فيها، ايه الحاجه اللي انت تقدر تعملها. استنى هقولهم لك زي ما هو موجود. ايوه انا بتحداك ايوه انا بس هفتكر. لا، ايه الحاجه اللي تنفع تاخد عليها فلوس، دي اخر واحده. أيوة. ايه الحاجه اللي انت مميز فيها، ايه الحاجه اللي انت بتعملها تتميلي بيها، ايه الحاجه اللي الناس بتقول عليك اشطر واحد فيها. يعني هم ال4 حاجات دول. صح كده. بس عشان بس ايه، انا لا حافظه عيب عليه مذاكر كويس انا متاكد. هو ازاي انت تكون شاطر، فايه الحاجه اللي انت شاطر فيها، وايه الحاجه اللي انت بتحبها، وايه الحاجه اللي الناس مستعده تدفع فيها فلوس، صح كده؟ صح. وايه الحاجه اللي الناس محتاجاها. بالظبط. لو الاجابات كلها كانت في جزء واحد كسرت الدنيا.
هل الايجي جاي مساعد للناس اللي طبعا بتبقى مشتته؟ طبعا. وعايزه اقول لك حاجه من الحاجات اللي انا كبهير انبهرت بيها، صاحبنا شات جي بي تي، عشان انا بحب شات جي بي تي قوي يا جماعه. لو اديته رسمه الايكي جاي وهو انت بتحط له الكونتنت بتاعك على طول عليه، فقول له قول لي انا ايه الحاجه اللي شاطر فيها في الايكي جاي دي، هيطلع لك الاربع حاجات بتفاصيلهم بتكاتهم بحركاتهم، لدرجه انت هتشوف كتالوج نفسك قدامك هتبهر. هو ساعدني في التنظيم. الفكرة ان زي ما بحكي لك يا محمد، انت لما بتتفصص الحاجات دي وتبدأ تشوف نفسك بعيون براك، اوقات من اكتر الحاجات اللي بتساعد المشتتين انهم يقللوا تشتت، او المتعددي الشغف انهم يفهموا نفسهم، لما حد يقول لهم على فكرة انت شاطر في ده، على فكرة انت زي ما انت بتقول الايكي جاي، لما اتحط الحاجة قدامك مكتوبة ومتفصصة، انت هتشوف نفسك بعيون براك، هيجي لك كده اها مومنت. طبعا انت كنت فاهم انا بقول ايه. الاها مومنت دي بتخليك تشوف اقوى حاجه عندك، تشوف انا فعلا ايه الحاجه اللي اقدر اقدمها. ده انت يا دعاء شاطره بيرسونال براندنج، انت بتقدمي بزنس وبتقدمي كوتشنج، بتقدمي حاجات، بس لو ركزتي على البيرسونال براندنج انت هتعملي بومينج. ده محمد انت شاطر مش بس مايند سيت، انت شاطر مايند سيت وشاطر كمان لو انت اشتغلت جوه. هقولها لك ازاي يا محمد، يعني مش بس مايند سيت، تقدر تشتغل مع كل حد عايز اصلا يفهم نفسه الاول عشان يرتب دماغه. هو مش هيرتب دماغه غير لما يفهم نفسه، فانت هتقدر تاخدها ستيبس يعني بالمعنى ده. أيوة. هتشوف ايه الحاجه اللي تقدر تبيعها، ايه الحاجه اللي انت فعلا يونيك فيها. إدارة انعكاس العقول. هي إدارة انعكاس العقول يا فندم، هي دي. صح. فالحته دي بجد الايكي جاي عامل مساعد خطير، وهو من ادوات اكتشاف الشغف بقوه كمان، يعني هو من التولز اللي بتساعدنا نفهم نفسنا جدا. انا عن نفسي جربته اكتر من مره، من اول جائحه كورونا لحد النهارده، وبيبقى كمان في علامات بتقول ان هو بيجيب نتيجه، ان هو زي مثلا تلاقي ناس بتطلبك بسرعه، الناس بتكلمك إيه اللي انت بتعمله، لفت انتباهنا ده، احنا رشحناك لفلان. ففي العلامات دي لما بتظهر تعرف ان انت طبقت الايجي جاي صح. انت ماشي مظبوط. جاوبت على 4 اسئله. الفلسفات اليابانيه في العموم روعه. انا بحب العقليات بتاعتهم جدا، وبحس انهم ناس بيختصروا علينا وقت كتير قوي. فاشطر حاجه فينا ان احنا نبقى عارفين نطبق ده صح على نفسنا، صح، ونصدق. أيوة. تاني، لان في ناس انت ممكن تشوف ان انا اقول لك دي خريطتك ودي خطتك وانت جامد جدا في كذا، ده لا 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 انا مش جامد فيها، لا 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 مش هو ده، لا 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 انا عندي حاجه تانية. هي جرب. انا زي ما حكيت لك واتكلمنا المره اللي فاتت، تجربه تعدد الشغف، ان احنا ندمج ما بين الحاجه وبعضها ونصدق ان احنا الشغف ده احنا شاطرين فيه، ده بيوفر علينا مسافات كتير قوي. النيه، قوه النيه وحسن الظن كمان ان احنا هيحصل ويتحقق. روعه. وهي رحله مستمره باستمرار حياتنا، انت طول الوقت بتكتشف في نفسك حاجه جديده، بتكتشف في نفسك شغف جديد، بتكتشف في نفسك ابعاد انت مش تعرفها. حلو قوي. طيب بمناسبه بقى الفلسفات اليابانيه، نروح للفلسفات المصريه. يلا بينا. طبعا فلسفه مصريه للحكيمه دعاء العدل، الله يسعدك. اللي علاقه فلسفه الاثر. بما ان الحلقه النهارده بتتكلم على ازاي نسيب اثر، وازاي الاثر ده نحقق منه ارباح، ففلسفه الاثر بتاعتك ايه؟ الخلطة كلها على بعضها. فلسفة الأثر إن أنت البراند، مش البيزنس بتاعك هو البراند. يعني إيه؟ هقولها لك أنا قصدي أكتر. أوقات كتير قوي الناس بتسأل نفسها هو إيه البراند اللي ينفع أعمله، في حين هو المفروض يسأله هو أنا فعلا البراند ولا البيزنس اللي أنا بعمله هو البراند. الحقيقي إن الناس بتدور على الشخص اللي ورا أي بيزنس أكتر ما بتدور على البيزنس. الاسامي الكبيره لو شفناها على السوشيال ميديا انت بتدور وبتتفرج هو عامل ايه وحياته عامله ازاي، وان هو قد ايه هو عامل نفسه براند منفصل عن البيزنس بتاعه. اسامي كتير ودنيا كتير. البراندنج هنا ان انت فهمت نفسك، فهمت الفاليوز بتاعتك، عرفت تسيب الامباكت والاثر اللي انت عايز تسيبه في حياتك، وده بيميز ناس عن ناس، وبتشوف فلسفه الناس دي مع الوقت، ببقى كونكتد بيه اكتر. انت بتدور على البني ادم، بدور عليه. احنا يعني الناس عرفت مثلا قصته، تعاطفت معاه بالظبط، وحسيت ان في جزء من قصته فيا او في حد جنبي فلمسني بالظبط. فانا مشدود ان انا اتابعه، مشدود ان انا اطمن عليه، اسال عليه، اشوفه هو اختفى ليه، ايه الجديد بتاعه، لحد ما يجي يوم من الايام ببقى رايح اشتري او رايح احضر ايفنت عشان هو فيه، رايح اشتري كتاب عشان هو نزل كتاب جديد. والله بتحصل. ماشي. في ناس كتير احنا بينزلوا مخصوص والله، بيدفعوا تيكت صامت او فعاليه معينه عشان يروح الايكون ده موجود. مش مهم عنده بقيه الاجنده، مش مهم يعني عنده 2-3 في اليوم عايز يشوفه. صح جدا. وده فارق.
ده فارق في حياتنا، لان كمان انت مهم تبقى شايف الشخص اللي بقى براند ده، او احنا ازاي احنا كمان نبقى براند زيه. هو انت مش بتتابع الناس عشان انت تبقى فولور بس، انت بتتابع الناس علشان انت محتاج تاخد من فلسفتهم، تتعلم منهم. وخصوصا ان احنا كلنا عندنا جزئية التعلم بالمشاهدة، احنا شاطرين جدا في التعلم بالمشاهدة. نشوف الناس دي خطواتها كانت بدايتها ايه والنهارده هم وصلوا فين، ايه العقبات اللي عدت عليهم وازاي عدوها. انت كل ده ممكن يفيدك في رحلتك جدا يا كوتش محمد، هيخليك تبص للدنيا بوعي مختلف، وتخليك انت ازاي هتسيب اثر. ما هو تاني هي الهدف الاساسي ان انت يبقى عندك فلسفه خاصه بيك، ان انت من خلالها تسيب اثر مميز وتبقى محمد الشيخ مميز. انا محمد الشيخ نعكشت العقول، المايند سيت كوتش، البصمه بتاعته، افتح لينكدين هتلاقيه في وشك في حاجات كتير من هذا القبيل. الهدف ايه؟ كم حد بيقدم زي محمد؟ كذا حد. مش هقول ان محمد متفرد، ولكن طريقه طريقته. تقديم محمد للحاجه هي اليونيك، عشان كده هو البراند في الحته بتاعته. عجبني قوي الهاشتاج دي، هو البراند. نعمل حمله مبادره. ايوه، انا دي عاملاها حرفيا، خلي اسمك يحكي عنك. ايوه من الاسم، ان ايوه، قوة المج بتاعك موجود كده، مكتوب عليه كده. بالظبط، صح هي دي فعلا. خلي اسمك يحكي عنك. لان انا بصدق جدا ان كل واحد هو بصمه، هو اسمه يونيك ومميز. الناس بتحب اكس او اللي هو كان تويتر، بس هم في الحقيقه بيدوروا على ايلون ماسك عمل ايه. ليه؟ هل هو عشان هو مجنون ومتعدد الشغف على فكره وبيعمل 50,000 حاجه وفي تسلا وفي اكس ومش عارفه ايه وايه وايه وايه؟ لا، هم عايزين يتعلموا من الايكون ده ازاي وصل للنجاحات دي كلها، ازاي قدر يسيب البصمه في دنيته كده. هو البراند الحقيقي، مش كل المجالات اللي عنده. وثانية واحدة لو باع كل ده وقرر يصفي البيزنس ده وبس يشتغل على السوشيال ميديا أو يكتب بس على السوشيال ميديا أو يكتب كتاب أو كده، الناس هتفضل تتابعه. هل الناس بتتابعه عشان البراندز اللي عنده؟ لا. هي دي النقطة. سبحان الله، برضو لما صفى برضو الشغل بتاعه بيل جيتس مثلا، بقى عنده تعدد شغف بس في حاجات تانية بقى في التطور. بالظبط. يعني اعمل مستشفى هنا، واعمل يعني محمية للحيوانات. يعني حتى الشغف ما بعد الشغف بيتولد طول يعني الوقت وتقدر تكتشف نفسك في شغوف كتيرة جدا مختلفة ومتعددة. الشاطر اللي يعرف يسيب بصمته على الكل بيعمله، هو ده الأثر اللي احنا بندور عليه. وتاني، هو الأثر مش عشان أبقى حد مشهور وجامد جدا في الدنيا بتاعتي، هو الأثر عشان أغير في الناس اللي حواليا. ده حتى لو أم وسيدة في المنزل بسيطة جدا ما بتعملش حاجة غير ولادها وبيتها، ودي مش حاجة بسيطة، دي حاجة عظيمة عظيمة بجد. لأن طبعا. أي ست بتطلع جيل صح جدا هي عظيمة. تمام. اوقات تاثيرها ان ولادها يطلعوا يقولوا الله يسلم اللي رباكوا، انتوا طالعين من البيت طيب، الناس دي كويسه، هي سايبه اثر عظيم. هنا حاجه احنا بنشوفها بسيطه، بس هي مش بسيطه، دي عظيمه جدا. ايوه. مش لازم ابقى عامل شغل واو. فالاثر ازاي نسيبه، ازاي فلسفتنا من وراه، هو ده الهدف. بمناسبة الموضوع بيل جيتس أو أي حد الشخصيات تاني، القوية الشخصيات دي. القوية دي، كنت بعمل جلسة كوتشنج مع حد برضو كان مقتنع إن هيسيب الهندسة ويبدأ في الجرافيك ديزاين، ولا يكمل في الجرافيك ديزاين ويبدأ في الهندسة. بعد ما خلصنا اكتشف إن لأ، هو ممكن الاتنين عادي جدا، الفكرة في إدارته. فاكتشف إيه ده؟ ايه بقى ده اسمه ايه؟ قلت له حاجه اسمها مالتي. ايوه هي دي. قلت له المومنت بتاعته راحت في حته تانية خالص. قلت له حاجه اسمها انت مالتي بوتنشال، متعدد المواهب او متعدد القدرات كمان. قدرات وامكانيات. متعدد الامكانيات. فاكتشف ده. الحاجه كمان اللطيفه، لما قلت له تمرين اكتب لي 5 اسماء وابعتهم لي من الناس اللي هي متعدد الامكانيات، قبل ما السيشن تخلص كان جاب ال5. طبعا. فاكتشفت ان لا، انا في ناس حوالينا كتير، يعني طبعا. ده لازم نغير الحته دي. تاني الحتة بتاعت ان انت تمشي في طريق واحد او يبقى ليك نيش واحد او يبقى ليك حاجة تارجت واحد، ده مناسبة لبعض الناس مش مناسبة لكل الناس. تعدد الشغف حاجة موجودة، محتاجين نقبلها، محتاجين نصدق ان في ناس متعددة الشغف، ناس عارفة تدمج وعندها الكونكتور، دي حاجة موجودة. التقبل من المجتمع ان في كده هيخلي الناس تصدق ان ده موجود وتشتغل عليه. أيوة. ومش هنرمي حاجات احنا عندنا موهبة فيها، عندنا قوة فيها، علشان نمشي زي ما هم اللي قالوا لنا هو حاجة واحدة بس، ما ينفعش نعمل حاجات كتير. انا بعترض وبسجل اعتراض من عندك اهو انها مهم قوي ان الناس لما تكتشف نفسها تبقى عارفة امتى تبني ده، امتى تدمجه، صح. امتى تسيب اثر بيه، وامتى هي الفيجن بتاعتها رايحة فين. هل هو بس واقف في مكانه دلوقتي، ولا هو شايف انه هيكبر في التطور ده ومع الوقت ممكن ينمي ده في حاجات تانية.
دي مهمه قوي. طيب خلينا نروح بقى للجمهور والناس اللي بتشوفنا. احنا عايزين نقول لكم اللي الجزء اللي فات ده كان فيه اكتر من تمرين كوتشنج، بس كنا مخبيين عليكم. هتلاقوها كلها في الوصف بتاع الحلقة. وطبعا زي ما احنا شايفين كده الحلقة كلها فيها يعني امل للناس اللي متعددة الشغف. فيلا بينا نكمل بقية الحلقة. طيب نروح بقى نفعل الأثر. يلا. فالأثر محتاج مهارات معينة، فقلت إن نشوف أهم 3 مهارات إحنا مرينا بيهم وننقلهم للناس. خلينا أقول لك إيه هما، وقولي لي لو المهارات دي هتحطيهم في شكل، تحطيهم في شكل إزاي، يعني شكل هندسي. يلا بينا. المهارة الأولى التسويق الشخصي اللي هو personal personal brand. branding. yes. المهارة التانية التشبيك، هو النتوركينج مظبوط. والكونكتنج، اخليه عشان طب ما أنت قول لنا. 2 levels. اوكي. والمهارة التالتة ستوري تيلينج اللي هو الحكي، طبعا سرد القصص. دي مهارة خطيرة. نحطهم بقى في دايرة ولا في مربع ولا مثلث ولا طيب نحطهم في هرم؟ هم أنت رأيك إيه؟ الثلاث أضلاع لهرم أو لمثلث. خلينا لو مثلث. هنقولها أقرب للفكرة عشان الناس تتخيلها أصل الهرم هيفتكروا إن هي ضبقات. لا مش قصدي هرم، هي مثلث. مثلث مثلث اهو. أيوة عارف. الثلاث اضلاع البيرسونال براندنج، النتوركينج والكونكشن، وفي نفس الوقت الثالث حاجه الستوري تيلينج او مهاره ان انا احكي اللي انا بعمله في صوره حكايه. نبدا من الستوري تيلينج. نعكس. انا بسالك انهي واحد نبدا بمين؟ هنبدا بالستوري تيلينج وهقول لك معلومه ان علميا اثبتوا ان المعلومه اللي بتتحكى في صوره حكي ستوري تيلينج، او ان انا بقولها لك بطريقه ان انا بحكي لك البراند بتاعي او عن البيزنس بتاعي او اي حاجه، بتثبت في عقول الناس 22 ضعف المعلومه العاديه اللي هي الانشاء العادي. وده معناه اهميه مهاره الستوري تيلينج. طب انا بقول كده ليه؟ بقول ان دي مهاره بتتنمى في السوشيال ميديا في اخر كذا سنه. من اكتر الناس اللي بتنجح وبتحقق نجاحات كبيره قوي الناس اللي بتحكي حتى لو بوست عادي بس بتحكي بطريقه الحكي. ايوه. مش بس انه بيحكي براند ستوري، مش بس انه بيحكي عن نفسه هو مين، هو بدأ ياخد مهاره الحكي في نقل المعلومه. انا بحكي لك الحكايه، بص يا محمد بقى يلا بينا حصل كذا وكذا ورحنا مش عارف ايه. طريقه الحكي نفسه. عندنا احد في برضو من النماذج الجميله اللي عجبتني اخر كام سنه وهي عملت بومينج رهيب على السوشيال ميديا، هي اسمها فاتس بتاعه الدونتس. هي طول الوقت بتحكي البيزنس اونر، الدونتس بيزنس اونر. أيوة. ورحت مش عارف ايه وبدات البيزنس ازاي وعملت ايه. طول الوقت هي بتحكي. هي خدت المهارة دي إنها تنقل حكايتها للناس، عيشت الناس معاها من زيرو لحد ما بقت هيرو. الله. هي وصلت الناس أنا من شخص عادي لحد أنتم متابعيني عايشين معايا حكايتي، أنتوا كأنكم فاميلي. إن هي حتى طريقتها في الحكي مش بس فويس إن أنا بوصلك معلومة، لا فويس الفريندلي فويس اللي هو بيقولك إحنا صحاب، احنا قريبين من بعض، في قرب كده في طريقه الكلام. فطول الوقت الناس عايزين يسمعوا عنها اكتر، عايزين يشوفوا فيديوهات اكتر، عايزين يشاركوها الحدث. انا رحت الايفنت الفلاني وهيحصل كذا، شاركوني من الكواليس كذا، الحياه كذا. هي بتعمل جو طول الوقت الناس بقت متابعاها، وفعلا هي بقت من زيرو لهيرو وبقت معروفه جدا على السوشيال ميديا بطريقه الحكي. هي مش بس حكت عن فاطمة صاحبة البراند اللي هي فاتز أصلا صاحبة البراند، في حين إن إحنا كحد بنقدم فاليو أو إن إحنا حتى عايزين نسيب أثر، إحنا من الأساسيات إن إحنا محتاجين يبقى عندنا كده برواز للرسالة بتاعتنا. لو هنبروزها في كلمات أو هنبروزها في إجابات للأسئلة، أنا هسأل أي حد في الناس اللي بيسمعونا لو إحنا هنكتب عن نفسنا وجاوب على 4 أسئلة. ال4 أسئلة دول دايما بيخلوا عندي مايند سيت الستوري، اللي هو أنت مين؟ بتقدم ايه؟ لمين؟ علشان ايه؟ حلو. فانا مثلا كوتش محمد الشيخ، بقدم خدمات كوتشنج، جلسات كوتشنج مثلا وكورسز وجروب كوتشنجز، صح كده؟ وعندي جرين سيركل كوميونتي. بالظبط، ما دي من الحاجات اللي انت بتربطها باسمك. حلو. بخاطب مين؟ بخاطب الناس اللي موظفين اللي فوق سن 30 اللي عايزين يعملوا بيزنس. حلو جدا. علشان يعملوا تعدد في مصادر الدخل، يبقى لهم مصدر دخل تاني، يفهموا نفسهم اكتر، يبقوا في بيئه امنه في الكوميونتي معاك، كذا حاجه. لو احنا جاوبنا دول، هم 4 اسئله جاوبناهم في ال4 سطور. ال4 سطور دي لو انت قابلت اي حد، نفترض ان انت النهارده وانت في ايفنت لقيت في وشك ساويرس، لقيت في وشك اي حد من الشاركس، احنا خلينا في الشاركس، نخش على الشاركس على طول. لقينا حد من الشاركس قدامك وقررت تعرفه بنفسك، فجأة هتقف ومش هتعرف تحكي عن نفسك، ولا أقرب حاجة هتيجي في دماغك ال4
اسئله 4 اجابات الاسئله دول. انا محمد الشيخ عندي كذا، بعمل كذا، بساعد الناس كذا، عايز اتواصل مع حضرتك واعرف منك اكتر. هيقرب كتير ولا مش هيقرب؟ هيقرب، لان اديته حاجه مفهومه واضحه وسهله في وقت قياسي. بطريقه الستوري تيلينج حكيت عن نفسي، انا مين، بقدم ايه لمين، عشان ايه. دي البذره بتاعت الستوري تيلينج. طبعا كل حاجه من دول نقدر نفصصها ونكبرها. ومن الحاجات المهمه قوي ان احنا بنغلفها بمشاعر. ليه؟ لان الناس بترتبط بينا مع المشاعر، مش بترتبط بينا لباب ان احنا اشخاص شاطره وخلاص. لا، انا ما بشتريش منك علشان انت عندك المنتج اللي مش عند اي حد. في غيرنا بيقدم نفس اللي احنا بنقدمه كتير. انا بشتري منك لانك حلت لي مشكله، لان انا شفت في كلامك حل لمشكلتي، حل الحاجه عندي انا بعاني منها. بالظبط. انا يعني دايما الكلمه اللي بقولها، انا كنت قبلك. انا زمان كنت بحس اني مشتته، والناس كانت بتوصلني ان انا مشتته. دعاء انت بتعملي حاجات كتير قوي، انت عندك بزنس القهوه وعندك الكوتشنج وام وزوجه زحمه. الناس ما كانتش عارفه ان انا عارفه امسك العصايه بنفسي وهم شايفين بره. فلما حطيت نفسي وبدات اساعد السيدات ان هي كمان تفهم عن التشتت وتعدد الشغف والحاجات الكتير، قدرت انقل المسج بطريقه واعيه. بس دايما بخاطبهم ايه، انا كنت مكانك زمان، انا شبهك. الطريقه دي بتوصل ايه؟ بتوصل قرب، بتوصل kind of مش جاي علي عليكي، انا جاي اقول لك انا عملت ايه واقدر اساعدك بيه. عايزه تشتري مني اشتري، مش عايزه تشتري ما تشتريش. هو انا مش ببيع برضو، انا بنقل خدمه، بنقل خبره. وصل لك المعنى ده؟ وصل لي. فلما بنحكيها بطريقه ستوري احنا بنعمل engagement مع الناس. ومن الحاجات اللي كمان الطريقه دي بتعمل هايلايت فيها اكتر يا محمد، حته البوزيشننج. نفترض قابلتك في ايفنت وانت اول مره تقابلني وانا قابلك، واحنا الاثنين شبه بعض، كوتشز وعلى نفس السكيل. أيوة. لا انت اقدم ولا انا اقدم، واحنا زي بعض. لما هتيجي تقولي انا محمد الشيخ، انا بتاع عكشت العقول، انا كذا انا كذا انا كذا، وتحكي ال4 اجابات بتوعك. لو انا النهارده مش محتاجه الحته بتاعتك، هيحصل بعد شويه ما انا مثلا خدت الكونكشن بتاعك، الارقام، السوشيال ميديا، عرفت مين محمد، تابعتك وانت تابعتني، طلع لي بوست منك عجبني الكلام. حد عايز حد مايند سيت كوتش، انا هعمل ايه؟ اول اسم هينور في دماغي اسم حضرتك. أوكي. ليه؟ لانك عملت حاجه اسمها بوزيشننج، حطيت فكرتك انت عندي وقدمت نفسك ليا صح بطريقه ستوري. المايند سيت دي بتودي الحاجه من مكان لمكان تاني خالص. بما انك وصلت لحد هنا، فده معناه ان انت مش متابع عادي، انت باش متابع. والباش كوتش بيأكد عليك ان انت تشترك في القناة وتفعل الجرس، وكمان المرة دي بيطلب منك تشير الحلقة لأي حد شايف ان هو هيستفيد منها. أسيبك مع باقي الحلقة. انا فاكر الكور في صوره كده، عشان بس نوضح كلمه البوزيشن. يعني في صوره كده بتلاقي فيها كور بيضه وجواها كره حمراء مثلا. هو ده الكره الحمراء دي مثلا هتلاقيها ايه، انت عينك جت عليها وعايز تعرف هي ليه لونها احمر واثارت الفضول وهي ليه مميزه اصلا. هو ده البوزيشن، هو ده البوزيشننج. وكل واحد فينا لما بقى هننقل على البيرسونال براندنج، هنخش على الضلع التاني، على الضلع التاني. ده ترتيبهم. انا حاسس ان هو منطقي اصلا. هو منطقي جدا. انا عرفت الواي بتاعتي، والواي دي حولتها في شكل قصه. القصه دي فيها ايموشنز تلينك مع الناس. نروح للجزء اللي بعده بتاعت الستوري، بتاعت البيرسونال براندنج. هو انا هعرف اعمل ستوري تيلينج من غير ما يبقى عندي بيرسونال براندنج؟ ليه بقى؟ لان الاثنين بيسمعوا في بعض. انا هعرف احكي انا مين واقول انا بقدم ايه لما اعمل بيرسونال براندنج وابدا اشتغل على نفسي وبوزيشن نفسي صح. بمعنى ايه برضو؟ هو احنا في البيرسونال براندنج بنعمل ايه؟ احنا بنعرف البي واي بتاعتنا. انا مين؟ انا بقدم ايه؟ انا جاي اقول ايه؟ انا ايه اللي يميزني ككوتش؟ في العالم 50,000 كوتش. الناس ليه تيجي عند دعاء ما تروحش لمحمد حتى؟ اشمعنى دعاء؟ هو دعاء بدأت تقول على نفسها انها الكوتش اللي بيقدر يساعد السيدات المشتتات اللي عايزين يبداوا بزنس، اللي بيعملوا حاجات مختلفه. بدات اعمل بوزيشننج، بدات اشتغل على البيرسونال براند بتاعي، على كل الانعكاس بتاع البيرسونال براندنج، الفيجوال براندنج بتاعي. ما هو ده بيكمل البيرسونال براندنج. والسوشيال ميديا بدات اكون ليا حضور على المنصات المختلفه، وابدا موجوده بوزيشننج على السوشيال ميديا. ده بيمباكت على
البيرسونال براند بتاعي، بدات ابقى في المؤتمرات، بدات ابقى موجوده واسافر واروح حاجات ريليتد بالمجال، فاسمي بدا ايه ده، دي دعاء البيزنس كوتش بتاعه القهوه اللي عندها مشتته مؤثره. الرابطه دي كل دي في البيرسونال براند. الناس بقت عارفه شويه كتير، بعض الناس عارفه انا مثلا بحب البيربل قوي وانا ده لون البراند بتاعي، فكتير قوي بحط درجات البيربل موجوده. ما انا بلبس كل الالوان، مش بس بلبس بيربل، بس لو دخلت على السوشيال ميديا هتكتشف ان من اكتر الالوان اللي انا حطاها كتير بيربل، ده لون البراند بتاعي، طريقه الفويس بتاعي، طريقه القريب. انت مش لا انت بتلعب دور المنتور بس، ولا بدور الكوتش، ولا بدور المعلم. احنا بنلعب ان احنا شبه الناس دي، احنا قريبين في التون صداقة. فهتلاقي ان كل البراند بتاعي مبني على تون الصداقة، مش تون ان انا جاي اعلمك. انا مش جاي اعلم حد، انا بنقل لك حكايتي، حباها اسمعي مني، مش حباها اتس اب تو يو. بمنتهى البساطة. ده بيكبر، بيخليك الناس تحسك فريند، مش تحسك جاي من برج عالي. صح. ودي بيفرق توننا جدا على السوشيال ميديا، وده من ABC Personal Branding. تطوره طول الوقت اللي احنا بنشتغل عليه هو ده اللي بيخليك positioning wise عامل personal branding صح، عارف تحكي story telling عن نفسك صح. حلو جدا. قبل ما نروح للمهارة الثالثة، عايزين بس نوضح ان اهم حاجة ان الواحد يكون authentic، يعني صادق جدا، طبيعي وتلقائي جدا، علشان ما ياخدش الكلام ان هو اجنده او دليل او جايد يعني نمشي عليه. يعني مثلا ايه، خليك قريب من الناس، كلنا هنبقى قريبين من الناس، لكن هيبقى فيه اختلافات شويه. ففي واحد هيقرب هو خفيف الظل، فيبقى الكلام بتاعه خفيف الظل. في واحد هيقرب من الناس ان هو بيحاول يديلهم معلومات وينصحهم. في واحد هيقرب من الناس ان هو يحاول يبقى بيتكلم بشكل ساخر، مش بكوميدي، بشكل ساخر بيسخر واحد رابع ممكن بشكل تحليلي. يبقوا فاهمين ان احنا كده القاعدة الكبيرة قرب للناس، اللي بيقرب اكتر هيوصل اسرع. لكن اختلافاتنا لازم برضو نحطها في المعادلة، تشوف انت ايه بالظبط. حلو جدا. اختلافاتنا دي جاية من نقاط القوة بتاعتنا، من معرفتنا للبروفايل بتاع الفاليوز بتاعتنا والسترينث بروفايل. يعني ايه الكلام ده؟ علم النفس الإيجابي بيقول ان احنا كلنا عندنا ال 24 نقطة قوة جوانا، كلنا عندنا نقاط القوة، ترتيبها من دعاء لمحمد لعجيب لأي حد موجود مختلفة تماما. لو انت عارف نقاط قوتك صح هتشتغل من خلالها، وهتبقى انعكاس أوثنتك لنفسك. ودي من الحاجات الأساسية اللي أي حد عايز يسيب أثر صح محتاج يفهم نفسه. هو أنا هبقى انعكاس للناس وأنا مش فاهم نفسي إزاي؟ وأوقات في نقاط القوة حاجات ما بتبقاش متأكتفة، يعني زي ما احنا متفقين هم 24 نقطة قوة، أنا ما بقولش إنها نقاط ضعف، أنا بقول هم 24 نقطة قوة المترتبين من الأقوى للأضعف. صح. أوقات في حاجات مش قوية عندي، وأوقات في حاجات مش متأكتفة أشتغل عليها. لو زودت القوي قوي هبقى أقوى وأقوى وأقوى، يعني سوبر. لو اشتغلت على اللي مش موجود هقوى وهفعلهم وهبدأ أبقى أحسن نسخة من نفسي. هو ده اللي احنا أصلا بنوصل له النهاردة، أو بنشتغل عليه، إن احنا عايزين وعي الناس تعرف يعني إيه تسيب أثر، يعني إيه يبقى عندها بصمة، يعني إيه عندها بيرسونال براند. أنت محتاج تبقى مميز، هو ده تميز، كل ده في نقاط قوتنا. لو عرفت نفسك صح وعرفت البروفايل بتاعك مظبوط هتروح في حتة تانية خالص. احنا ممكن نعمل تمرين يلخص الجزء اللي فات ده، نقول لهم عليه ان هو لو انت عايز تحكي القصه بتاعتك هنحطها مثلا في الاباوت او في البايو بتاعك على الانستجرام. طبعا البايو على الانستجرام صغنن قوي، خلينا في الاباوت مثلا بتاع لينكد ان. ده كبير قوي، ده حبيبنا، ده بنحكي الحكايه من اولها لاخرها، نحكي الحكايه كلها، نبقى فاكرين نحط فيها الفاليوز بتاعتنا ونقاط القوه بتاعتنا واحنا بنحكي القصه. فكده عملنا زي تطبيق كده للي احنا قلناه، نبقى فعلنا الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها كلها. وفي بعض الاماكن النهارده في الاتش ار بيسالوا في الانترفيوز عن الفاليوز. عارف الفاليوز بتاعتك؟ عارف السترينث بروفايل بتاعتك؟ لو انت مش عارف نفسك بس ده جاي تقول لي انت هتشتغل فين وانت مش جامد في الحته دي، مش ده بقى موجود بس. الناس بدات يبقى عندها اويرنس اكتر. زمان واحنا اصغر او قبل جائحه الكورونا كمان، قبل اللوك داون والحاجات دي، ناس كتير ما كانتش فاهمه الحاجات دي، كانت كله ماشي على نور الله، كلنا ماشيين ببركه دعاء الوالدين. لما انت بدات تتعلم، طب ما نتعلمها صح، ما نعمل شغلنا مظبوط، ما نوصل ان احنا نسيب اثرنا مظبوط.
قبل ما نبدا النهارده الحلقه لما كنا بنتكلم مع بعض على الدوائر بتاعه من اول الكومفورت زون، بعد كده الفير زون والليرنينج زون، لما اتكلمنا على الدوائر دي كلها كان اول حاجه كنت بقولها لك ايه؟ ان الدوائر بتوسع بوسع الاثر، بوسع انت اتعلمت ايه عن نفسك واكتشفت ايه في نفسك فكبرت. الناس لو فهموا اللقطه دي وفهموا الخطوات دي في حياتنا هيعرفوا ان التاثير مش كل الناس تقدر عليه اصلا. التاثير مش كل الناس تقدر عليه، وفي ناس اصلا مش عايزه تعمل حاجه. احنا بنخاطب الناس اللي عايزه تعمل حاجه، اللي عايزه يبقى عندها بيرسونال براند، اللي عايزه تبقى شاطره في الستوري تيلينج، اللي عايزه تروح تعمل نتورك في اي ايفنت كبير. ودي النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها دلوقتي. صح، هنروح لها دلوقتي. بس بينا. طبعا كالعاده دي دايما تخلي الواحد يطلع منه كوتشنج تول. بتخليني اطلع الكوتشنج تولز على طول وقتها. يعني مثلا ممكن برضو كوتشنج تول لذيذه عشان اعرف الاثر بتاعي هيروح فين، او ايه هو الاثر بتاعي، او اكونه. ممكن اسال الاثر ده هيروح لمين، الاثر ده هيروح ازاي، الاثر ده هيروح ليه اصلا للشخص اللي احنا اتفقت عليه ده، الاثر ده هيروح له امتى. تمام. ما ده دي ممكن ايه بتوضح لك الاربع دوائر برضو فوق بعض بالظبط كده، فحس يبقى فاهم ايه الاثر ده جاي منين، رايح منين، المدى بتاع الاثر، قوته وتاثيره، هيخدم قد ايه بالظبط، يخدم مين، بيخدم مين. على فكره ممكن يخدم الناس اللي عايشه حواليك. زي ما قلنا الام بتخدم ولادها وزوجها وبيتها وكفايه عليها واسرتها الاولى، وهي شايفه ان ده عشان ما تفكرش احنا بس بندعو ان احنا لازم كلنا نطلع على الستيج، ولازم نطلع على بودكاست، ولا لازم نبقى رؤساء مجلس اداره. يعني مش بنتكلم في ده خالص. بس تاني انا في حته دايما مش بتكلم في الحته الكبيره قوي قد ما بتكلم ان احنا في زماننا بقى صناعه الاثر من خلال السوشيال ميديا بقت ايكونز فارقه فيها كتير. زمان ده ما كانش موجود. لو نرجع ب25 سنه فاتوا في الجيل الاصغر والاصغر والاصغر، هم دلوقتي هم بقوا ايكونز على السوشيال ميديا. احنا في وقتهم ما كانش فيه ده. ابهاتنا والجدود ما كانش عندهم سوشيال ميديا. فالنهارده ان انت تعرف تسيب اثر من خلال السوشيال ميديا ومن خلال شغل صح، وتبقى عندك كونتنت وعندك براندنج وعندك افكار، تقدر تعمل ده. التول بقت في ايدك اسهل من اللي قبلك. فانت في ميزه، انت في نعم كتير لازم تستغلها للايجابي. لان تاني السوشيال ميديا حاجتين، يا اما مستهلك يا اما منتج. منتج يبقى انت بتصنع الدوبامين وبتنتج وبتفرق مع الناس وبتسيب الاثر صح. مستهلك انت بتتحول لمدمن سوشيال ميديا، ودي مشكله التشتت، ان الموبايل بياخد الناس لحته طول النهار سكرولينج ومش عندهم وقت انهم يعملوا حاجه. فاحنا دايما لما بنخاطب احنا بنخاطب الناس اللي نفسها توصل وتعمل حاجات، تاخد خطوات، تتعلم من اللي سبقوها بخطوات سهله وبسيطه، يعرفوا عن نفسهم. المثلث اللي بيجمع الثلاث مهارات اساسيه عشان تسيب اثر وتحقق كمان منه ارباح. قلنا ان الضلع الاول كان بيتكلم على الحكي والستوري تيلينج، الضلع الثاني عن البيرسونال براندنج اللي هو التسويق الشخصي. دلوقتي معانا الضلع الاخير التشبيك اللي هو النتوركينج. بس خلينا قبل ما نتكلم فيه شويه، ايه الفرق بين النتوركر والكونكتور؟ طيب الكونكتور اللي هو بيعمل نتوركينج، هو عارف هو بيعمل ايه. يعني في ناس كتير قوي بتروح ايفنتس وهم نتوركر شاطرين بيجمعوا ارقام الناس والموبايل بتملي ارقام، بس هو مش عارف يعمل بيها ايه. الكونكتور هو عارف ازاي بيجمع ارقام وعارف كل الخطوات بتاعته بليفل اكتر، فمحتاج النتوركر يتبنى عليه الكونكتور. ماشي. هي لخبطه شويه، بس انا من واقع الخبره او من واقع اللي انا شفته في الناس بحس ان الموضوع في ناس كتير نتوركر شاطره جدا، بس مش عارفه تستغل النتوركينج صح، او مش عارفه، ما بقولش تستغل، كلمه تستغل دي مش احسن حاجه، ازاي يستفيد من شبكه العلاقات اللي حواليه. احنا الريسورسز بتاعتنا او الموارد اللي عندنا 4 موارد دائما: طاقتك، وقتك، فلوسك، علاقاتك. فالعلاقات مورد مهم جدا. انت ممكن تقابل حد زميلك في المدرسه بقالك سنين ما قابلتوش، وانت مثلا محتاج تروح ايفنت معين، تكتشف ان زميلك ده هو من السبونسرز او هو من الناس اللي عامله الايفنت ده. ايه ده، انا قابلت الشيخ بالصدفه، طب تعالى يا شيخ هتبقى سبيكر في الايفنت الفلاني. ده بيحصل. الشبكه العلاقات
عليها عامل وعليها دعم في حياتنا كبير قوي. كان احد الناس كده، يعني احد الكوتشز العظماء يقول لي ايه، قول لي من تصاحب اقول لك من انت. هو مش بيقصد الصحوبيه بس الناس الكلوز القريبين، هو مين اللي حواليك في دايرتك، هو مين اللي جنبك، هو مين اللي بيدعمك. بيقولك لو انت الخمسه اللي حواليك قويين جدا، انت كمان هتبقى شخص قوي. مش بس دول، بالعكس احنا عايزين كل الدايره اللي حوالينا وكل العلاقات اللي احنا بنكتسبها ناخدها في حيز انها تفيدنا وتبقى فعلا دعم وثقه لينا. احنا قلنا على البوزيشننج ان انا عايزه اسيب عند الناس ستوري حلوه انهم يفتكروني بيها. طب دول اول مره يقابلوني، هل هم بقوا زي الصحاب اللي بقالي سنين معاهم؟ اكيد لا. ولكن احنا بنسيب علامات مع الناس بالحضور اللي احنا فيه، بطريقه كلامنا، باسلوبنا، بالحاجه المميزه اللي احنا بنعملها، بالبيرسونال براند بتاعنا، بطريقتنا. احنا عايزين نسيب اثر، هدفنا الكبير ان احنا نسيب الاثر صح، يبقى عندنا فلسفتنا في الدنيا دي. فمهم قوي ان احنا واحنا بنبذل مجهود عشان نتعرف على ناس جديده وناخد ارقامهم وياخدوا ارقامنا، يبقى في عنصر ان انا بفعل العلاقه صح، مش مجرد صباح الخير صباح النور باي باي. لا، يعني انا بحس ان الموضوع اقوى من كده. وعلى فكره هو بيفرق مع بعض الشخصيات، لان في ناس اكستروفيرت زي حالاتي كده، اكستروفيرت بيحبوا يتعرفوا على الناس كلها ويبقى وفي علاقات طيبه مع الناس كلها، وفي ناس تانية انتروفيرت ما عندوش استعداد يخش في الجنب ده او يتعرف على ناس او كده. بنحط ده في عين الاعتبار. بس لو انت عايز تسيب اثر، بتدور على العلاقات وبتدور على الناس اللطيفه اللي في الدنيا بتاعتك، وخصوصا مفيش حد بنقابله صدفه. تكنيك ممكن الواحد يستخدمه لو حد انطوائي، اللي هو احنا قلنا في نوعين من الناس وهما الاثنين عايزين يعملوا نتورك. ففي واحد ممكن يخش على مجموعة ويتعرف بثقة ويتكلم في وسط 5-6 تمام زي الفل، واحد تاني مش عارف يعمل ده. التكنيك اللي هو يعمله ايه بقى؟ ان هو يتكلم على الشخص اللي هو اول حاجة يعمل لستة كده بالناس المهمين اللي حواليه ويقسمهم. هو مش بس اللي حواليه والمهمين. هو انا هقول معلش اسفه ان انا بقطع كلامك. الناس بتبقى رايحه الايفنت عارفه مين هيكون موجود، سبيكرز، ايكونز، شايف عارف ان انا مثلا ده ايفنت للكوتشنج، فانا عارف ان كوتش محمد، كوتش مش عارف مين موجودين ايه. هو بيبقى رايح محدد انه هيتعرف على 3 بس، ياخد الداتا بتاعتهم، بيتواصل معاهم، بيبعت يحاول يعمل كولابريشن معاهم، يحاول يفتح سكه معاهم انه يتعامل معاهم ككوتش. اللي عندي انا فلان بعمل كذا كذا كذا، يبدا عارف اللي هو بقوه الدفع. هو مش ما عندوش استعداد يعمل، بس هو بيبقى ماشي زي ما المنتور بتاعه او الكوتش بتاعه بيقول، عشان احنا بنقول الكلام ده يا فندم. حلو كده. فبيطلع من ايفنت ممكن في ناس كتير ب3، بس هو عارف انه مش هيطلع باقل من كده، بس مردود ال3 واثرهم ممكن يكون اقوى كتير من لو حد واخد ال100 رقم بتوع الناس اللي موجوده في الايفنت كله. انت قلت اللي انا كنت اقوله بالظبط. انا يعني قلته بطريقه، لا انت قطعتني بس المقاطعه صح. لكن انت قلت اللي انا كنت اقوله، بس انا ممكن اقول حاجه جديده طبعا. فكره يعني في واحد قالها لي زمان، قال لي كده قسم الناس اللي حواليك لمجموعه يعني تقسيمات معينه. التقسيم الاول او المجموعه الاول دول اللي هم اللي انت عايز تتعلم منهم. المجموعه الثانيه دول اللي هم ممكن يكونوا منافسين ليك، فتروح تشوفهم وتحللهم وتتابعهم. المجموعه الثالثه اللي انت بقى ممكن تعلمهم، دي برضو من الكونكشنز المهمه. فانا بحس ال3 تقسيمات دول بيبقوا لامين العلاقات بشكل حلو جدا. نطلع منهم بقى كل حاجه، لان كل واحد من ال3 اصناف ليه دور في حياتك. فانت لو عايز تقيم نفسك ووصلت لفين، بص على المنافس مثلا ليك. لو انت عايز، مش منافس، كلنا في البحر ده شركاء. حلو. كلنا شركاء ولسنا منافسين، لاننا كلنا بنكمل بعض، لاني ممكن اتعلم من حد انا شايفه منافس حاجه تفيدني وتفرق في حياتي، فنغير المسابقات علشان الموضوع بياخد مننا شكل خطير. ليه لا؟ مفيش مشكله. احنا ممكن ناخد من الكلام ده ونبني عليه هاشتاج المنافس الصديق. يعني عجبني جدا. عملنا مايند شيفت كده واحنا بنتكلم دلوقتي. ما تبصش على المنافس غير بزاويه جديده. شوفوا بقى، لا ده راجل ممكن يكون بينا شراكه، ممكن اتعلم منه، فالراجل هيكون صاحب فضل عليك. يعني لو المنافس مش منافس هيجي يضرك خالص. فعجبني جدا المنافس الصديق، هاشتاج المنافس الصديق. طيب حلوه دي. عجبتني. عايزه اقول لك معلومه، احنا اوقات كتير قوي 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 في الماركت المنافس بيبقى المزوره اللي بنقيس عليها احنا وصلنا سبقنا ولا واقفين ولا متحركين.
الناس اللي ماشيه معاك في نفس التراك وانت شايفهم منافسين دول، انت مع الوقت بتقيس نفسك. انا خدت 3 خطوات هم لسه ما خدوش، ده انا بسبق. ايه ده، دول خدوا خطوات وانا لسه هنا. او والله بيكونوا انديكيتور خطير للبزنس بتاعك. ايوه فلو بصيت لهم بعين الصديق اللي هي بالرحمه، مش بالمنافس انا هاذيهم، لان كلمه منافس طاقتها وحشه. انما الصديق زي ما انت قلت هاشتاج اوكي المنافس الصديق، غيرنا منهجها وخليناها فعلا حاجه تفرق معايا في عقلي. وانت استاذ في الحته دي. قوة الكلمة. يس. انا عجبني جدا ده، لان افتكرت واحنا بنسوق العربية بيحصل كده فعلا. لو انا سايق لوحدي انا ما عنديش اي دليل ان انا بجري بسرعة ولا ماشي بطيء. اول ما تبقى عربية حواليا او جنبي بحس بحس اني بقارن نفسي بيها على طول. فهي لو هي بتجري بسرعة يبقى انا بطيء، يس. لو هي جت جنبي ورجعت لورا يبقى انا بقيت اسرع. فدي حلوة قوي. يلا بينا. طيب احنا عايزين نختم. الاثر رحلة طويلة، وطبيعي جدا ان احنا كمان ادمين نقع ونقوم نقع ونقوم على رأي الاغنيه يعني بتاعت مسار اجباري. فعايزين نختم بقى معاكي الوصفه اللي تخلي الواحد يكمل، يتحرك ازاي، يحصل ايه فيعمل ايه. يعني شوفي بقى الوصفه دي عايزه تكتبها تقوليها في كوتشنج تول، عايزه تقوليها في شكل اسئله يبص عليها، تشيك ليست مثلا كل يوم يراجع عليها عشان يعرف ان هو ايه تمام، تصبره وتقويه. يعني عليكي مطلق الابداع والحريه في التعبير. هنا مطلق الابداع والحريه. بص يا سيدي الفاضل، اكتر حاجه هنرجع ليها من كلامنا من الاول الايكي جاي. احنا لما اتكلمنا على الايكي جاي كان في الجزء اللي اقدر اخد عليه مقابل، اللي انا شاطر فيه قوي واقدر اخد عليه مقابل. لو انا بدعم اثري ان انا عندي فاليو، وان انا حد بعمل حاجه ذات قيمه وذات معنى ممكن اخد عليها فلوس، انا هنا ببدا اكبر بوعي فيها. بمعنى ايه؟ انا كوتش بقدم كورسات، انا كوتش بقدم حاجه، جزء منها بسيب بيها اثر بعمله مجاني، وجزء منها بعمله بفلوس. فهنا بدأنا ناخد تراك ان انا بدخل حيز الاثر الفارق، او اللي بيعود على حياتي انا كمان، مش بيعود على الناس بس. أيوة. انا بسيب اثر لان هو وين سيتويشن بيني وبين الناس. انا بديهم حاجه فاليبل وانا كمان بستفيد من وراها. الكوتشز كتير بيكتبوا كتب يقولك الكتب ما بتكسبش فلوس كتير قوي، الكتب علامة personal branding، الكتب عشان اسمك يبقى مخلد. هو هنا هدفه الفاليو اللي من ورا الكتاب، مش وهم بيبقوا انا داخل وبكتب كتب، وانا بكتب كتب كتير وانت عارف اللقطة في ايه. انا مش بكتب كتب عشان اكسب من وراها ارقام في الفلوس. دي بتوصل للناس ان انا ببوزيشن نفسي في حتة الكتابة، مكسبها مش رهيب يعني، يكاد يكون حاجة بسيطة قوي يعني. واغلب الناس اللي كتبت الكتب ده كلامهم ده آراء كتير مش دعاء اللي بتقول على أيوة. فكرة. بس أنا بسيب أثر للناس، في حين أن أنا ممكن نفس المحتوى بتاع الكتاب أقدمه كورس بكذا ألف جنيه. اللي محتاج الكتاب اللي بسعر رمزي أو اللي بسعر بسيط في السوق هيروح يشتريه ككتاب لأن ده عميل، ونفس الشخص اللي محتاج التفاصيل اللي في ورك شوب بكذا ألف جنيه هيجي ياخدها معايا. صح جدا. هنا سبت أثر في أكتر من أودينس، مش في حد واحد، في أكتر من ليفل، في أكتر من كاتيجوري، تعدد مصادر، تعدد دخل، أفكار بقدر أسيب بيها علامة. وتاني لما رجعنا للإيكي جاي هبقى عارف أنا شاطر في إيه، والحتة دي اللي الناس تدفع لي فيها فلوس وأركز عليها، لأن ده هينعكس عليا في الدنيا بتاعتي. أنا بقد فاليو، ومهم جدا إن أنا بقد فاليو، والفاليو دي بتفرق في كل الوسع اللي حواليا. الفاليو زي ما قلنا هو مش بس اللي بيقدم بزنس هو اللي بياخد من وراه فلوس. اوقات احنا بنعمل حاجات علشان نبقى سايبين اثر، اللي هو من كان في يدك ان كان في يد احدكم فسيله فليغرزها، لان الاثر هو ده اللي باقي، ان في خير انت عملته من خلال كتاب، عملته من خلال جلسات، عملته من خلال ورك شوب، عملته من خلال ايفنتات كبيره حضرت فيها واتكلمت فيها وقلت كلام يفيد الناس، عملت اثر من خلال بودكاست الناس ممكن تسمعه وتستفيد وتدخل تعمل التولز اللي احنا قلنا عليها، تدخل تدور وتسيرش هتلاقي المعلومات وهتلاقي الافكار اللي احنا بنتكلم عليها، ازاي يحطوا رساله، ازاي يبداوا الخطوات خطوه 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 لحد ما هو كمان يكتشف نفسه ويوصل انه يبقى ليه اثر في الدنيا بتاعته. الاثر ممتد. وتاني انا بشوف ان احنا في حياه
الدنيا بتاعتنا كلنا حلقات بنسلم بعض، كلنا أبواب خير لبعض. الأثر مش حاجة مادية ممسوكة قد ما هو حاجة معنوية متسابة في الدنيا اللي حواليك. فكل واحد فينا يقدر يسيب أثر بما يوازيه وبما يساويه وشبهه هو بس. انا هعكس الكلام ده على اللي انت بتعمليه عشان الناس تشوف مثال عملي. يعني انت بنطلع معاكي سلمة سلمة عن طريق ايه؟ عن طريق ان احنا في الاول مثلا ممكن ناخد من عندك اي بوك، الكتيب الصغير ده الالكتروني، ده بيكون مجاني، يبقى ده كده اول مستوى. طيب انا عايز اتعمق اكتر، فانا لا، روح اشتري الكتاب بتاعي، موجود في معرض الكتاب اللي جاي ان شاء الله، احنا عارفين كده، وموجود من خلال الويب سايت، موجود ان شاء الله على في كذا الويب سايت. مكتبه قريبا هيعلن عنها من خلال السوشيال ميديا. فاحنا كده رحنا ليفل تاني اكتر بالظبط. وعرفنا اكتر وتعلمنا اكتر ودفعنا مبلغ رمزي. طيب شويتين انا عايز اعرف اكتر واتعمق واطبق، اروح ادرس من مشتتة المؤثرة اللي هو الكورس الكامل. فهو ده اللي احنا ايه، بنعمل اثر بشكل متعدد علشان نرضي كل الاذواق ونرضي كل الاحتياجات ونرضي ربنا طبعا يعني في الاول والاخر. وكل واحد يقدر يسيب اثر بطريقته يا محمد. المهم ان هو يبقى عنده العقليه اللي يسيب بيها اثر، لان الاثر محتاج عقليه الناس اللي بتشتغل على نفسها. ما حدش بيشتغل على نفسه ما بيفهمش نفسه، ما حدش بيشتغلش على نفسه ويدور في نفسه الاول غير ما يبقى انعكاس للدنيا بتاعته. أيوة. كله ميسر لما خلق له، ومحتاجين نبدأ من جوه. وانا دايما بقولها البداية عندك انت وعندك انتي، فده بيفرق قوي، لان اول خيط في التأثير وفي الوعي من جوه مش من بره. وده اللي الكوتشز اغلبنا بنشتغل فيه في السيشنز مع الناس، بنبقى زي مراية ليهم، بننور لهم الطريق، بنخليهم هم يطلعوا المعلومات من جواهم، لان جوه ده اهم من بره. اللي رتب جوه وعرف دماغه ماشية ازاي وعرف افكاره موديه لفين هيسيب اثر صح. حتى لو بكلمه طيبه في مجتمع كويس، حتى لو قاعد في قاعده في وسط اصحابه هيقول كلام صح، هيبقى بيتحرك كل حاجه هو بيعملها وبيقولها، هيرجع نفسه للعقل الواعي السليم اللي عايز يسيب معنى لكل اللي بيقدمه. الاثر هو رساله المعنى. فلو انت حد بيبحث عن معنى هيبحث عن اثر ويسيبه في الدنيا كلها. عارفه، عايز اسمع صوت عالي جدا كات. انا بشكرك جدا. الله يسعدك. دلوقتي وانتوا موجودين كده على الحلقه، بصوا على الديسكريبشن، هتكتشفوا ان بدايه الطريق في البيزنس موجوده. هتلاقوا بيزنس موديلز، هتلاقوا اكتر من جول سيتنج موديل علشان تقدر تطبقه. مش موجود بس سمارت جول سيتنج، لا، في حاجات تانية كتير. فانتوا هتختار اللي يناسبك، علشان احنا مؤمنين في الكوتشنج ان كل واحد مناسب ليه حاجة معينة، لما بيلاقيها على طول بيبقى صاروخ. اشوفكم في حلقة تانية وجديدة، استنونا في الكونتنت بتاعي. مش هنبص هنا بقى تاني. حاضر، انا عيني بتروح يمين وشمال. لا بس حلو ان انت بصيتي وقلت لهم دي سكه، دي حلوه. ارجعي لنا بقى بس وانت مع محمد بقى ايه. حاضر يا فندم. ما تجيش عند الكاميرا دي. بس انا مش هقولها لك الجاي الاقيكي في نفس ما تبصيش هنا. لك انت عقدتني. امشي انا طيب. ما تبصيش هنا. اسفه. ما تبصيش. حاضر يا فندم. انا ده الطبيعي مع الاشارات لفندم. حلو. ارجع الكاميرا لمحمد وبعدين هناخد من عندك الناس اللي بتقول لك امشي في سكه واحده. ماشي يا فندم. انت نسيت؟ انت حافظ المنهج، احنا هنهزر ولا بس انا عندي